السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. المهم هذا الفيديو هذا ما عندوش علاقة بالطبخ، عنده علاقة بداك الشيء اليومي اللي كنعيشو. البنات كيف ما كتعرفوا دابا البرد، وعرفتي بالصباح تنفيقوا غير بزز ومع الوليدات مساكن اللي كيدخلوا مع ديك الثمانية. المهم تنفيقوا مع الصباح كيكون باقي الظلام، كنوجدوا الفطور، كتكون عندنا واحد الطاقة. البنات انا كنصحكم يستحسن فاش تفيقوا، واخا راه صراحة الله حتى واحد ما يكره انه يرجع ينعس، ولكن يستحسن بنادم ما ينعش، يقضي شغالو، صبقي العجينة الا عندك شي عجينة، غلبي على الشقة قبل ما يغلب عليك. وغالبا كأمهات يعني فاش كتسالي مثلا شغالك كتمناي لو انك صافي حتى الغدا ان شاء الله عاد تبداي شغل واحد اخر. مع هاد البرد هذا راه ما تقدريش توقفي مثلا في الكوزينه الصباح ووقت الغدا والعشيه وزيد عاوتاني عاد الليل. انا كنتمنى ديروا واحد البروغرام صراحه في هاد البرد هذا رائع. وانتي الصباح كتوجدي الفطور د وليداتك، موراه كتقدي الغدا او كديري الحوايج في لا ماشين كيتصبنوا. حاولي داكشي اللي غديريه لكوتي لوليداتك ديري واخا غير النص ديالو يبقى لك داك النص الخفيف. وبالنسبه للعشاء يعني مثلا الناس اللي كتعشى بشي حاجه خفيفه ولا مثلا حريره ولا بلبوله ولا لي باط ولا شي حاجه، وجدي ديك الامور ديالها كامله وخلي مثلا غير تسخان ولا تكملي شي حاجه بالليل. حيت راه صعيب باش مثلا الانسان يوقف النهار كامل، الطاقه كتسالى، الجهد كيتسالى، والعجز والروينه ديال الدار، الروينه ديال الدار اللي ما عندهاش حل ابدا. انا عرفتو البنات شحال شت ديال الفيديوهات وشحال زعما خديت د العبار، وكنحاول بما امكن يعني ديك اليوتيوب اللي كيلوح ديك الفيديوهات ديال ماري كوندو، ديك اليابانيات زعما كتيديروا التنظيم. راه البنات واخا تعياي تنظمي وتعياي تجمعي، الا ما نقصتيش الحوايج اللي عندك زايدين في الدار راه ما عمرك غادي تكوني منظمه. راه واخا تخملي اليوم وتخملي غدا وتخملي بعدو ضروري ما كتبانش. علاش؟ لحقاش الحاجه اللي كتكون زايده ديما كدير كركبه في الدار. لذلك يستحسن بنادم يدير واحد البروغرام. الحاجه مثلا اللي غير زايده في الدار ما كتستعملش، مثلا مضوبله بحال الماء عند الكوزينه، جمعوهم. انا كانت عندي ديما مشكله في غسيل الماعن خصوصا مع هذا البرد هذا. كنشوف الشبكه قدامي البلاكار صافي هادي مثلا موسخه بلا ما نغسلها، خليتها من بعد كنجبد واحده اخرى نقيه. حتى البنات قررت انني جمعت الماعنات كاملين، خليت الماعن اليوميين اللي كنستعمل. واضطريت انني فاش مثلا كنحتاج الكيسه الاتاي او القهوه كيبانوا لي موسخين كنمشي نغسلهم، بغيت تبصيل طاجين. وهاد العمليه هذه والله الا نقصات عليا الروينه. وبالنسبه للنهار ديال التصبين، النهار ديال التصبين البنات كيكون نهار قاصح شي شويه، خصوصا اللي كان عندك فيه الغدا والشقه وداك الشيء يعني والجميع ديال الدار. غالبا ما كتلقاي الام منيرفيا معصبه، ما كتقدرش انها تستحمل الهضره ديال شي حد. علاش؟ حيت راه في واحد الروينه ربي اللي علم بها، خصوصا مع هذا الفصل هذا الشتاء. الحمد لله على الرحمه ديال سيدي ربي. فاش كتكون الشتا كثيره وكتبان داك الفجيوه ديال الشمس يعني كنكرهوش، كنقولوا نصبنوا كلشي. لذلك البنات حاولوا مثلا النهار اللي مثلا يكون بان لكم الطقس راه غدا ان شاء الله غيكون مشمس، ديروا بروغرام في الليل، حاولوا تجمعوا الدويره تبقى مجموعه. المعينات مثلا انت لما قديتيش تغسليهم في الليل البرد جمعيهم في لابابو حطيهم. الصباح حاولي تسبقي الصابون هو الاول. ونهار التصبين من الافضل انك ديري غدا عادي جدا باش ما تغلبيش يعني الامور ديالك بزاف. تحاولي انك تكوني متوازنه في الامور ديالك. راه البنات والله الروينه ما كتسالي، ولكن صحتنا حنا اللي كتسالي. ورغم هاد الشي هذا كامل ما نساوش راسنا، ما نساوش راسنا، نتهلاو في راسنا. راه هاد الجو هذا ناشف، راه واخا اللي بشرتها مسكينه كانت مزيته غتنشف ليها مع هاد الجو مع هاد البرد. يعني الانسان يحاول في الليل يعطي راسو 10 ديال الدقائق، 10 ديال الدقائق. ماشي بالضروره يكون عندك كريمات غاليين، يكون عندك مثلا لي برودوي غاليين. راه البنات ممكن تهلاي في راسك باشياء بسيطه، يعني بحال هاد البرد هذا
ديما فاش تجي تنعسي حدا راسك فوق الكوافوزة ديالك ديما يكون عندك كريم ديال يديك وكريم ديال وجهك باش ترطبي يديك ووجهك، باش فاش كتفيقي الصباح تتفيقي الحمد لله كتوضي كتصلي كتلقاي يدك رطبين، كتقدي انك مثلا تزيدي للشقة وانتيا مرتاحة، الوجه ديالك كذلك، ماشي مثلا كتلقاي شي وحده مسكينه كي اليوم كي غدا كي بعدو ما كتدهن حتى حاجه، وجهها تينشف تيتكمش، يديها كذلك. انا راه كنشوف واحد الحاله تعاطي مع هذا البرد هذا وجافيل والتيد ولي برودوي، راه كاينه مسكينه اللي يديها كيتشقوا، كاينين اللي يديها كيوصلوا لواحد الحاله لا يرثى لها. وعلاش اختي؟ اضعف الايمان كاين مثلا كريمات دايرين 5 دراهم، انا هذوك الكريمات نديرهم بالليل وبالنهار فوق ما لقيت الوقت نديرهم، وانا مثلا كنقضي الشغل ديالي كنحس بان الجلده ديالي مرخوفه، يعني ما مزيراش، وكنحس بانني درت شي حاجه لراسي. بنادم مره في واحد الاسبوع من غير انه الدوش ديال الدار ولا في 15 يوم يحاول يمشي للحمام يعطي نهار راسو، يدير ماسكات طبيعيين، يتهلا في راسو. حاولوا البنات بالنسبه لربات البيوت بحالي، حاولوا ديروا نهار ديالكم عطله، هو ما كاينش، راه واخا امبوسيبل انك داك النهار تبغي ديري عطله، راه ما كيدارش، ولكن انا عندي واحد الفكره كنت سمعتها من واحد السيده الله يجازيها بخير والصراحه قنعاتني. حنا ممكن مثلا نعجنوا نهار نهار لا، او مثلا كاينين الناس اللي بيهم بزاف كيعجنوا يوميا، ولكن حنا المغاربه معروفين نهار الجمعه كنديروا الكسكسو، يعني ما كتكونش عندنا العجينه غالبا. حاولي البنات نهار الجمعة يكون ديالك، نوضي الصباح، حاولي مثلا اللي كانوا وليداتك قاريين بيتي الدار مجموعة بغيتي ترجعي تكاي واحد نص ساعة ماشي مشكل، تنوضي ديري كسكسو ديالك، يعني كسكسو الحمد لله ما تيديش واحد الوقت كتير في التوجد ديالو. من بعد حاولي ديري شي ماسك لوجهك، شي ماسك لشعرك، حاولي مثلا تفيدي راسك بشي حاجة، كنتي باغا تشري شي حاجة قلبي على الالوان ديالها، على الموديل ديالها، راه لما درتيش بحال هكذا ديما كتحسي براسك بانك مقهوره محقوره، يعني شنو الدور ديالك هو ديك الكوزينه، ديك الجميع، ديك التخمال. اما فاش كتجازي راسك بواحد الحاجه مثلا اللي هي بسيطه، او كتحسي براسك بانك خديتي روبو، او مثلا في العشيه ساليتي الشغل ديالك، سيري تمشاي، سيري تقضاي. بالنسبه للبنات اللي حداهم سوبر مارشي والله العظيم راه ماشي بالضروره تدخلي مثلا تقضاي واحد 500 درهم ولا 1000 درهم، شي مره راه تقضاي غير 15 درهم 20 درهم حتى ل 50 درهم حتى ل 100 على حسب كل وحده والجهد ديالها. والله الا كتخرجي فرحانه، خصوصا فاش كتشري شي حاجه هكا ليك راسك، شي شامبون زوين، شي كريم، شي حاجه مثلا انت كتستعمليها، يعني كتحسي براسك بانك تقضيتي، هي التقضيه والتجول بحال هكا مثلا، والتنزه في هاد البرد هذا، راه من الاحسن اللهم تمشي ولا تبقاي جالسه في الدار، راه كتحسي غير بالبرد، غير بالعجز، غير التفكير، الطاقه السلبيه. عاوتاني كاينه واحد الحاجه انا كنصحكم بها، البنات بالنسبه اللي ما كتقدرش انها تسيطر على العقل ديالها، كتبقى جالسة ضروري تفكر في شي حاجة في الماضي، شي حاجة المهم كتأثّر عليها، كتضرها في خاطرها. الحمد لله دابا الإنترنت موفّر تقريبًا عند الجميع، المهم الناس اللي ما موفّرش عندهم الله يسهّل عليهم، حتى هُما إن شاء الله بإذن الله يكون موفّر عندهم، يفيدوا وليداتهم ويفيدهم. أنا كنقدّم لك البنات واحد النصيحة، مع الصباح فاش تفيقي ما تشديش التليفون، ما تدخليش تقراي لي ميساج، ما تدخليش تشوفي إشعارات، ما ديري حتى شي حاجة، صبّقي شغالك هو الأول، وفاش تسالي الناس اللي غيكونوا باغيينك شي حاجة ضرورية راه غيصونيو لك، ما غيصيفطوش مثلًا أوديو أو ميساج، لذلك صبّقي شغالك. بالنسبة لي أنا كندير واحد الprogram تيعجبوني الفيديوهات اللي مثلًا ما فيهمش تصاور، أنا كيعجبوني الفيديوهات ديال الترتيب، يعني نشوف الطريقة ديال الترتيب، ولكن في وقت الفراغ. أما الوقت اللي كيكون عندي الشقة كيعجبني نسمع الفيديوهات ديال مثلًا كيفاش نتغلب على الروينة ديال الدار، كيعجبوني نسمع دكاترة مثلًا اللي ينصحوني كأم. نسمع مثلًا شي روتين ديالي، هذاك الشي كيزيد من الطاقة. حاولوا ما تسمعوش داك الشي اللي كيضر في الخاطر، شي قصة مؤلمة، داك الشي المهم كيأثّر فيك مع الصباح. ونتمنى إن شاء الله بإذن الله نكون خفيفة ظريفة عليكم، ومرحبا بكم عندي.
كنتمنى أنكم تشاركوا في القناة ديالي، ما تبخلوش عليَّ بجيم وأبوني، فضلًا البنات وليس أمرًا.